السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال الليلة بيقول: ليه الحاجات بتختفي في مثلث برمودا؟ تخيل معايا إنك في برج مراقبة، الجو هادي، كل الطيارات ماشية حسب الجدول، وفجأة يوصلك نداء استغاثة. صوت الطيار واضح إنه متوتر، مش قادرين نتحكم في أي حاجة، البوصلة مش مستقرة، البحر غريب، مش شايفين أي يابسة. وفجأة صمت كامل، الطيارة اختفت من الرادار وكأنها ما كانتش موجودة. المنطقة دي اسمها مثلث برمودا، موجودة في شمال المحيط الأطلسي بين برمودا وفلوريدا وبورتوريكو. منطقة مفتوحة، بحرها واسع، لكن اسمها بقى مرادف للغموض والرعب. سفن ضاعت، طيارات اختفت، إشارات استغاثة انقطعت فجأة، والناس بدأت تتساءل: هل في قوة غير طبيعية بتسيطر على المكان؟ القصة الأشهر بدأت سنة 1945. 5 طيارات حربية أمريكية خرجوا في تدريب عادي. بعد شوية القائد يبلغ إن في مشكلة في تحديد الاتجاه. كل حاجة حواليهم شبه بعض، البوصلة مش مستقرة. حاولوا يرجعوا للمسار، لكن كل ما يتحركوا يحسوا إنهم بيتوهوا أكتر. الوقود يقل، التوتر يزيد، وفجأة اختفوا. بعد كده طيارة إنقاذ خرجت وانفجرت في الجو. الحدث ده خلق لغز ضخم، والناس بدأت تقول إن المنطقة ملعونة. في البداية الناس حاولت تفسر الغموض بعقلها، لكن لما مفيش تفسير واضح الخيال دخل على الخط. ظهرت نظريات بتقول إن تحت المية مدينة أطلانتس، وإن التكنولوجيا الغامضة بتاعتها لسه شغالة. ناس قالت إن في قوة شيطانية، ناس تانية أقسمت إن في كائنات فضائية بتسيطر على المكان. وكل حادثة جديدة بتزيد الغموض. لكن لو وقفنا لحظة نسأل: هل المنطقة مختلفة فعليا عن غيرها؟ الحقيقة إن منطقة مثلث برمودا من أكتر مناطق العالم ازدحاما بالملاحة البحرية والجوية. مئات السفن والطيارات بتمر يوميا. لما الحركة كبيرة طبيعي إن بعض الحوادث تحصل. الفرق الوحيد الإعلام. أي حادث هناك بياخد اهتمام أكبر من أي مكان تاني. ثاني حاجة مهمة: الطقس. المحيط الأطلسي معروف بالعواصف المفاجئة، خصوصا في مواسم معينة. الأمواج ممكن توصل لعشرات الأمتار. سفينة أو طيارة قديمة أو صغيرة معرضة للخطر بسرعة. زمان أنظمة التنبؤ بالطقس ما كانتش متطورة، فحوادث كتير حصلت فجأة بدون أي إنذار. في عامل ثالث: التيارات البحرية. التيار السريع ممكن يسحب الحطام بعيد جدا، وفرق البحث ممكن ما تلاقيش حاجة واضحة في مكان الحادث، يبقى كأن السفينة مختفت فجأة. لكن في الحقيقة آثارها اتفرقت على مساحة واسعة. وبالنسبة للبوصلة، في ظاهرة الانحراف المغناطيسي. الشمال المغناطيسي مش نفس الشمال الجغرافي، والفرق بيختلف من مكان لمكان. خطأ صغير في الملاحة ممكن يخلي السفينة أو الطيارة تمشي بعيد عن المسار. في نظرية كمان عن غاز الميثان تحت قاع المحيط. لو حصل تسريب مفاجئ، فقاعات الغاز تقلل كثافة المياه، والسفن اللي فوقها ممكن تفقد الطفو وتغرق بسرعة. التجارب أثبتت إن ده ممكن يحصل نظرياً، لكن دليل مباشر على حادثة معينة لسه مفيش. طيب ليه الأسطورة لسه قوية؟ الإعلام والكتب والأفلام لعبوا دور كبير. في الستينات والسبعينات ظهرت كتب بتجمع كل الحوادث الغامضة في المنطقة بأسلوب درامي. التفاصيل اتعرضت بطريقة تخلي أي حد يقشعر. أحيانا الأحداث خارج المنطقة اتضافت في القصة، بس العنوان كان مثلث برمودا، والناس صدقت الغموض. الإنسان بطبعه بينجذب للغموض. فكرة إن في مكان مش مفهوم بالكامل بتشعل خياله، حتى لو الحقيقة أبسط بكتير. الأساطير بتعيش مش لأنها صحيحة، لكنها ممتعة ومثيرة. الإحصائيات الرسمية بتقول إن عدد السفن والطائرات اللي فقدت في المنطقة متناسب مع حجم الحركة فيها. مفيش زيادة غير طبيعية مقارنة بمناطق ثانية مزدحمة في العالم. الفرق إن الحوادث هناك بياخدوا تغطية إعلامية أكبر. في نقطة نفسية مهمة: لما يحصل حادث في مكان عادي عقلنا بيقبله كجزء من الحياة، لكن لما يحصل في مثلث برمودا بنربطه بالغموض. ده اسمه تأثير التوقع. احنا بنشوف اللي متوقعين نشوفه. الحقائق كلها تشير إن المنطقة خطرة في بعض الأوقات بسبب الطبيعة، الطقس، التيارات، وحتى الأعطال الميكانيكية. لكن ده كله طبيعي، مش لازم نخاف من قوة خارقة. تخيل سيناريو: طيارة داخلة المنطقة، الجو بيتقلب، العطل يظهر فجأة، الطيار يحاول يهبط اضطراري. لو الطيارة سقطت الطيار يسحب الحطام بسرعة. فرق البحث توصل متأخر والأدلة تختفي. الناس تقول اختفت فجأة. الحقيقة أبسط: ظروف طبيعية زائد سوء الحظ. وفي حالات تانية:
السفينة بتغرق بسبب انفجار في خزان الوقود أو حادث ميكانيكي أو طقس سيء، والكل بيربط ده بالغموض. لكن الحقيقة إن السبب منطقي جدا، والأسطورة هي اللي خلت الحادث يبدو غامض. مع تقدم التكنولوجيا الغموض قل. أنظمة التتبع الحديثة بتخلي تحديد موقع الطيارات والسفن أسهل. إشارات الطوارئ بتشتغل فوراً. الحوادث الحديثة أقل غموضاً من القصص القديمة. لكن الأسطورة لسه عايشة، كل جيل بيكتشفها من جديد. فيلم وثائقي، مقال، فيديو على الإنترنت، كل مرة الناس تتحمس للغموض. الحقيقة أبسط: منطقة طبيعية، ظروف متقلبة، وبعض الحوادث حصلت على غفلة والإعلام ضخم الحدث. وفي النهاية، سؤال الليلة مش بس ليه الحاجات بتختفي. السؤال الحقيقي: ليه إحنا بنصدق إن في حاجة خارقة؟ يمكن لأن الغموض ممتع، يمكن لأننا دايماً بندور على أسرار حتى في الفوضى. مثلث برمودا ممكن يكون منطقة عادية على الخريطة، لكن في خيال البشر بقى رمز للغموض. الحقيقة مهما كانت بسيطة مش أقل تشويقاً من الأسطورة. وفي الآخر، لو بصيت للمحيط في الليل الظلام ممتد للأفق، هتحس بشوية رهبة، مش من مثلث معين لكن من اتساع العالم نفسه. وأحياناً أكبر لغز مش في المكان لكن في الطريقة اللي بنحكي بيها عنه. استنونا في يوم جديد بسؤال جديد، ومستنية رأيكم وإجاباتكم في التعليقات تحت الفيديو. سؤال الليلة خلص، لكن السؤال الحقيقي لسه بيبدأ جواك. سلام.